إذن أكو هناك عوامل حقيقية لصناعة أمن مجتمعي، لسنا مجاملين. أنا أتحدث من وحي الأرض ووحي السماء، ومن من بطولات الشهداء والمجاهدين في كل الميادين. احنا في مكتب السيد رئيس مجلس الوزراء عملنا بالوقت الحاضر على مسألة مهمة جدا: استثمار الإصلاحات والبناء والعمل الحكومي على أساس القواعد. وجدنا في اللجنة الوطنية الدائمة للتوعية والإرشاد المجتمعي هي خير مثال لتقوية الأواصر الاجتماعية والنهوض بالمجتمع والتلافي الأخطاء الماضية التي حصلت في المجتمع. أنا حبيت أتطرق إلى جزئيتين وفق الآيات القرآنية التي تتطرق على الموضوع الأمن. الأولى الآية اللي تلاها الدكتور واللي تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أنا أفهم هذه الآية لأنه تخص الظلم، قد تخص المواطن والمجتمع وكذا، لكن هي تخص المسؤول والجهات المتنفذة في البلد. حقيقة الحكومة العراقية لها خطوات بناءة وسابقة في تحسين المجتمع من الإرهاب الفكري حقيقة على سنين مضت حقيقة من دخول داعش وقبلها وما بعدها، وبعاملة بمؤسساتها حقيقة، وما نراه اليوم حقيقة من تثبيت للمجتمع وتعزيز لأواصر المجتمع. واليوم الحمد لله العراق ينهض وتشافى من الأفكار المتطرفة وتشافى من الطائفية، وهذا كله بفضل دعم خطوات السيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ونسأل الله سبحانه وتعالى دوام الأمن والاستقرار. كان الفحوى اليوم في هذه الندوة الحوارية يتحدث عن دور اللجنة الوطنية الدائمة للإرشاد والتوعية في نشر السلم المجتمعي وآثارها بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة الإرهاب الفكري، وآثارها التي باتت بائنة على الأوساط العراقية والشارع العراقي. هذه الندوة انطلقت من عنوان مهم جدا: أما بنعمة ربك فحدث. اليوم التحدث بالأمن الموجود حاليا ودور الحكومة العراقية ودور المؤسسات العراقية في تعزيز الأمن الفكري واضح وملموس في الميدان العراقي.